إلى مذهب أهل البيت، مذهب اللي هم المذهب اللي اعتنقته أنا، طبعا قبيلتي كلها من أهل السنة والجماعة. عرفت؟ أنا إنسان صادق، ماني محتاج ولا غيره ولا غيره ولا غيره. وجدت شيء لأن أبوي وجدي ما راح ينامون في القبر اللي أسكن فيه أنا. عرفت أبعدي؟ فبكل صراحة أنا وجدت اسم السنة منين جاء، اسم السنة منين جاء، واسم الشيعة منين جاء. اسم السنة جاء في دور أبي بكر كان المسلمين اسمهم إسلام، أما في دور الرسول كان إسلام، في دور أبي بكر كان إسلام، في دور عمر كان إسلام، في دور عثمان كان إسلام، في دور علي بن أبي طالب عليه السلام كان إسلام. خرج الخارجي معاوية بن هند وقسم المسلمين. خوارج معاوية ابن هند هم أهل السنة الآن. خوارج معاوية ابن هند آكلة الأكباد هم أهل السنة اليوم. فنسأل من الله العلي الغدير أن يهدينا وإياكم إلى طريق الصحيح، إلى طريق مذهب أهل البيت. وش عرفك أنت في معاوية خال المؤمنين؟ وش جاب الخال المؤمنين؟ أما أصحاب الرسول، انظر أصحاب موسى يا أخي الإسلام. أصحاب موسى الله سبحانه وتعالى عندما ضرب موسى البحر فانفلق البحر إلى شطرين، أصحاب موسى طلعوا ونجوا. بعدين هذول اللي طلعوا أصحاب موسى عبدوا عجل السامري يا أتباع معاوية. فنريدكم من هذا المنبر الشريف أن تهتدون إلى دين الله سبحانه وتعالى ودين التوحيد ومذهب محمد وآل محمد. إذا كنت تتبع أنت محمد فعليك في علي. الدين انقسم إلى معاوية وعلي، من هو الأصوب؟ معاوية هو الذي قسم الإسلام، كان الإسلام اسمهم مسلمين. معاوية من أتى باسم السنة، وهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاوية ابن هند آكلة الأكباد الذي يطالب في ثارات الوليد وعتبة وغيرهم في معركة بدر، ها هو الرافض لدين الإسلام. من اتبع معاوية فهو على اسم سنة معاوية، ليس سنة محمد، حاشا، سنة محمد. وهم أتباع بيت المصطفى علي والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة الأشراف كعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري. شوف أبو ذر الغفاري وش سوى فيه بني أمية. شوف أبو ذر الغفاري. أنا كنت مغرور في معاوية، أنا كنت من أهل السنة وكنت وهابي على مذهب أحمد بن حنبل. عرفت؟ ومن قبل حاليا إذا تبغاها قبليا غير الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى هداني. عرفت؟ ففي كل أمانة أنا ماني